خليكم اكون واضح معاكم. انا اكتر زول اتضررت من المؤتمر الوطني، ما في زول بقدر بالزايد عليه خالص في الحته دي. حتى المؤتمر الوطني الناس بيقولوا ده اذا ما صارحت معه لانه جزء من السودان. في مثل انجليزي بيقول لك انت اذا قدر انك بقيت واحد من سكان الغابه اتعايش مع المرفعين، والا ما تكون جزء من سكان الغابه، والا ما داير تعيش في الغابه هناك. كان داير تعيش وقدر انك بقيت سكان الغابه تتعايش مع المرفعين. انت يو هاف تو ليف وبرضه تو بي توليرانس مع الناس اللي اصلا موجودين معك. ما في زول منعك انك تقبض المجرم، ما في زول منعك تقبض الحرامي، ما في حد منع الحد انه يحاسب الانسان الاجرم، والقضاء موجود والنيابه الموجوده. المشكله وين؟ لكن لما بنقول المصالحه نقصد مصالحه الوطنيه كبيره سودانيه. ناس الشرق ما بعرفوا دارفور، ناس دارفور ما بعرفوا شماليه، ناس شماليه ما بعرفوا الجنوب، والجنوب ده مشى ليه ذات؟ جنوب مشى لانه ما حصلت مصالحه وطنيه. فنحن بنقصد بالمصالحه الوطنيه بما في ذلك مؤتمر وطني. ايه رايك؟ بما في ذلك مؤتمر وطني، لانه المشاكسه الحسه الموجوده دي اذا ما شيلناها ما بنقدر نمشي، ولا الفتره الانتقاليه نقدر نتعايش معها. بما في ذلك مؤتمر وطني، بما في ذلك جزء من المواطنين السودانيين المجرمين دول اقبضهم، افتحوا سجون، افتحوا المحاكم، افتحوا النيابات. اي مجرم سوقوهم للمحاكمات براسده، سوقوهم للمحاكمات. لكن يجب ان نتصالح، لانه على حساب المشاكسه ده البلد ماشي كل يوم تحت. انا امس تحت سمعت الدولار قالوا 400 وسمعت. فالحكايه دي كله لانه مشاكسه موجوده يا جماعه. وحتى مش المؤتمر الوطني البائت، حتى في مكونات الحكومه الموجوده الان العاملين بيدعوا نفسهم انه هم اللي الناس جابتهم الثوره دي، بيناتهم مشاكل لازم يتصالحوا مع بعض. فعشان كده يا اخوانا حوار وطني لمصالحه الوطنيه مهمه جدا، مهمه جدا. وانا متاكد ان احنا نجي مجبورين مقموعين لحوار وطني في يوم من الايام. فاحسن ما نجي مقموعين.